السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كتونسية أبا عن جد من دولة علمتني الثقافة والتحضر والرقي وأن نحب الخير لجميع الدول العربية الإسلامية. أنا اليوم بالحق فخورة أني تونسية. علاش؟ خاطر احنا نحبوا الناس الكل وما نحسدوش وما نبغضوش. الفترة الأخيرة قاعد نلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي محبة المغاربة للتوانسة، خاصة كي حضروا التوانسة في الكوب دافريك في المغرب وكل شيء، فيديوهات محلوم. الحمد لله أنه ولاد بلادنا نورونا في المغرب الشقيقة، وبالحق شكرونا أنه احنا كي نمشيو لبلاد الناس نحترموها ونقدروها. احنا ما عندناش عداوة مع الشعب المغربي الشقيق ونحبوهم على خاطرهم نحسوهم يبادلونا نفس الثقافة ونفس التحضر ونفس الأخلاق. أنا كتونسية نحبهم المغرب ونموت عليهم، وديما نتمنى أن يجي نهار ونزورها. تعرفت على مغاربة وقت اللي كنت في ليبيا، عز الناس ونعم الناس، حتى لو كان لعبت هي مع السنغال. علاش اليوم قاعدة نشوف في كمية التعليقات السلبية على الدول من غير ما نذكرها لهالدرجة، حسد وغل وبغض على المغرب؟ علاش ديما تشوفوا فيها المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ راهم المغاربة كشعب بسم الله ما شاء الله. كان انت عندك مشكلة مع السياسة هذيك امورك، لكن انا بطبيعة الحال نحكي باسمي وباسم الشعب التونسي الكل، انه احنا كتوانسة نحبوا المغاربة حتى لو كان خسرت. بالنسبة لي احنا رابحة على خاطر احنا بالحق بلاد واحدة وتعتبر هي دولة زاد افريقية معانا وتجمعنا محبة واخوة. بالحق المغرب بلاد حلوة على الاخر، عندي فيها اصحاب زادة ونتمنى نجي نهار ونقابلهم. وبالحق قداش بنفرح نشوف فيديوهات التوانسه غادي يحكيوا على المغاربه وكيفاش المغاربه يحكيوا علينا. بربي حبوا الخير لبعضكم، يعيشكم، حبوا الخير لبعضكم. احنا اليوم نعيشوا في اقبح عصر في تاريخ البشر. علاش احنا في العصر هذا ولينا نحسدوا ونبغضوا جارنا؟ علاش كل ما نشوفوه معناتها حاجه طيح له من قيمته هو كدوله تخاكم تسبوا وتهينوا وتستحقروا وتشمتوا؟ علاش في الغل والحسد اللي في قلوبكم؟ علاش؟ احنا مش دول اسلاميه، مش دول مجاوره. علاش ما نحبوش الخير لبعضنا؟ علاش ما نحبوش؟ علاش الغل ذاك الكل؟ علاش؟ شنو هو انت السبب اللي يخليك اليوم تسب المغرب؟ عرفت واحد مغربي وكان مش باهي معاك، سافرت للمغرب وعاملوك معامله مش باهيه، علاش تتاثر ياسر بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ على مواقع التواصل الاجتماعي عمل غسل دماغ البرشا عرب، غسل دماغ لدرجه رهيبه اللي كثرت فيها الفتن. تو الناس الكل ولا تتاثر بالمواقع التواصل الاجتماعي، خاصه كي يشوف حد مهبط فيديو مثلا يسب في دوله، يبدا يقول لك ايه بالحق والله هيك الدوله هذيك باهوا عليها. لا، ورد بالك تتاثر بالمواقع التواصل الاجتماعي. لازمك تخالط الشعوب باش تعرف الدوله هذيك شنية هي كشعب، كعقليه، كتفكير، كاخلاق. انا بصراحه المغرب نحييها كدوله بسم الله ما شاء الله، بلاد وشعب مثقف وواعي ومتخلق، وحتى لو كان ما خسرتش بالنسبه لفعليا احنا كتوانسه سما ربحت. وان شاء الله ربي في الفرص القادمه كوب دافريك ان شاء الله في العام الجديد في العام المقبل تكونوا ان شاء الله رابحين، سواء احنا ولا توانسه ولا جزيريه، كنا بلاد واحده. ما عادش تشمت في اخاك المسلم، ما عادش تشمتوا، خلي قلوبكم نظيفه، راه الدنيا فيها الموت، راهو نظفوا قلوبكم من الحسد والبغض اللي انتم فيه، انتوا ربي يبارك لكم. اما بالنسبه لي قد ما تحكيوا على المغرب تقعد ديما من المغرب نحبها ونعزها لخاطر بالحق بلاد مزيانه وشعب مثقف وواعي ومتربي ومتخلق. تحيه للشعب المغربي من تونس، ولايه سوسه.